قاعد في معملك لا بيك ولا عليك، دخل عليك مريض قالك يا دكتور الحقني انا بعمل عينة بول، بصيت لقيتها كلها دم. يا ترى المريض ده عنده ايه؟ هو ده اللي هنشرحه مع بعض في حلقة النهاردة، الهيماتوريا او نزول الدم في البول. ركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة، بس قبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن اناليسيز، يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. blood in urine، الدم في البول. نزول البلاد في اليورين بنسميه هيماتوريا. حلو الكلام. هنلاحظ ان لون عينة البول زي ما انت شايف بتكون ريدش، لونها احمر، وده بيكون ماكروسكوبيك اكزام، فحص بالعين المجردة اللي انت اول ما بتشوف العينة بتلاقي الكلر بتاعها ريدش. لما بشوف اليورين بالشكل ده هجري اوتوماتيك اعمل كيميكال تيست عن طريق الستريب، الشريط اللي بشتغل بيه. فهلاحظ حاجات ان البلاد هيكون بوزيتيف والبروتين هيكون بوزيتيف، وبالتالي هلجأ للخطوة اللي بعد كده وهي الميكروسكوبيك اكزام، الفحص المجهري. بفحص بالهاي باور فيلد HPF، بلاحظ وجود الار بي سيز بكمية كبيرة جدا، وكمان هلاقي ريد سيل كاست. كل ده بيبقى تحت الميكروسكوب. ايه اسباب حدوث الهيماتوريا او نزول الدم في البول؟ قالك اول حاجه جلوميولار ديزيز زي الجلوميولونيفرايتس واللوبس نفرايتس والتيومر والانفكشن، التوبركلوزس، البولينفرايتس والديزيز اوف بروستات. طيب ايه كمان؟ قالك الهيماتولوجيكال كونديشن زي السيكل سيل انيميا والكواجيوليشن ديس اوردر. كل دي امراض بتسبب الهيماتوريا او نزول الدم في البول. ازاي اكتب التقرير عندي او الشكل النهائي للتقرير هيكون ايه؟ قالك الكالر هيكون ريدش، وهيكون عندك بروتين بوزيتيف، وكمان البلاد بيكون بوزيتيف، والار بي سيز هتكون انكريزد، والكاست هيكون عندك ريد سيل كاست. ده شكل الروبوت الخاص بحالة الهيماتوريا. دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليست.